بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل شنطه على شكل تيشيرت، خيط مكرميه مصري، سمك 3 مللي، 500 جرام، ابره رقم 5 ملم، وولاعه، والعلامات ومزوره للقياس. اول حاجه هنعمل عقده البدايه، ونرتفع عدد من السلاسل يكون طولها 24 سم. هنكمل لغايه لما نرتفع بعدد من السلاسل يكون طولها 24 سم. ارتفعت بعدد من السلاسل طولها 24 سم. عدد السلاسل 26 غرزه سلسله. نرتفع بواحد سلسله اهي ونلف الشوك. هنشتغل في حلقه ظهر السلسله غرز حشو لغايه اخر غرزه، ونكمل على السطر كله ظهر السلسله غرز حشو لغايه نهايه السطر على 26 غرزه. كده عملت السطر الاول من غرز الحشو اهو. السطر الثاني نرتفع بواحد سلسله ونلف الشغل ونعمل غرز حشو تحت الحلقتين اللي هي غرزه الفي وغرز حشو لغايه نهايه السطر. هنكمل غرز حشو لغايه نهايه السطر، نرتفع بسلسله ونعمل غرز حشو رايح جاي رايح جاي. كده نخلص بطول 13 سم. عملت 14 سطر طولهم 13 سم. الخطوه الجايه هنعد 13 غرزه ونحط على رقم 13 هنحط علامه كده، والغرزه رقم 14 الغرزه اللي بعدها على طول هنحط علامه. كده 13 غرزه وهنا 13 غرزه. نرتفع غرزه السلسله ونلف الشغل، نشتغل 13 غرزه حشو على ال 13 غرزه لغايه العلامه. كده اشتغلت الغرزه 12 هشيل العلامه واشتغل الغرزه رقم 13. انا اشتغلت 13 جزء 13 غرزه حشو على الجزء ده كده. نرتفع سلسله ولف الشغل ونعمل تناقص. التناقص بيتعمل ازاي؟ بنسيب اول غرزه في السطر وندخل في تاني غرزه ونشتغل غرز حشو لغايه قبل اخر غرزتين. انا كده سبت الغرزه الاولانيه اهي، دخلت في الغرزه الثانيه. هنشتغل غرز حشو لغايه قبل نهايه السطر بغرزتين. وصلت قبل نهايه السطر بغرزتين، هسحب الخيط كده، هعمل تناقص فيهم، هسحب الخيط، ادخل تحت الحلقتين في اخر غرزه واسحب خيط. بقى عندنا 3 حلقات على الابره، هنسحب خيط نطلع من ال3 حلقات. كده انا ضميت غرزتين في غرزه. بقى عندنا السطر الثاني بعد التناقص بقوا 11 غرزه حشو. هنرتفع بغرزه سلسله ونلف الشغل. مش هشتغل في اول غرزه، هندخل في الغرزه الثانيه نعمل اول غرزه حشو. الغرزه اللي وراها غرزه حشو، ونكمل لغايه قبل نهايه السطر بغرزتين هنضمهم مع بعض بغرزه واحده من ال3 حلقات. كده عملنا تناقص في اول السطر واخر السطر. بقى عندنا 7 غرز حشو. اخر غرزتين نضمهم في غرزه واحده. بقى عندنا 3 غرز حشو. كده اصبح عندنا غرزتين حشو. نرتفع بسلسله ونشتغل فوقيهم غرزتين حشو. تمام. يبقى كده الشكل اهو، شكل مثلث تناقص. هنسيب مسافه من الخيط، مسافه 2 متر، عشان هنعمل غرز حشو كده دوران الناحيه دي. وهنبتدي شغل من اول هنا، من اول العلامه هنعمل تناقص لغايه لما نوصل ل2 غرزه حشو زي ما عملنا في الجنب ده. هنعمل في الجنب ده بس حشو لغايه قبل نهايه السطر بغرزتين. نفس اللي عملناه في الجنب ده
من التناقص هنعمله في الجنب ده ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه. عملت 13 غرزه حشو وارتفعت ب8 سطور، وكل سطر كنت بعمل فيه تناقص لغايه لما وصلت هنا 2 غرزه زي ما وصلت هنا 2 غرزه. هنشوف المقاسات. عرض الشنطه 24 سم، والطول من هنا من فوق لغايه تحت 20 سم اهو، ومن هنا لغايه تحت 13 سم من اول هنا. هنقص الخيط من الطرف ده، هنسيب مسافه كده 15 او 20 سم. بعدين بقى ننضف الخيوط الزياده. هنعمل غرز حشو دوران كده على 8 سطور، وهنا وهنا كده لغايه لما نوصل لهنا. غرزه حشو عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 كده. نخش نعمل غرزه حشو. هنا عند الغرزه اللي هي في الركنه هنعمل 2 غرزه حشو، ونكمل غرز حشو. نيجي هنا عند الركنه نعمل حشو سلسله حشو وغرز حشو كده، ونعمل هنا حشو سلسله حشو في الركنه، وهنا 2 غرزه حشو، وهنا حشو لغايه اول غرزه في السطر. يعني عملت غرز حشو دوران من اول غرزه هنا، عملت 2 غرزه حشو، وهنا غرزه حشو سلسله غرزه حشو، وهنا غرز حشو في الركنه. هنا عملت حشو سلسله حشو، وهنا 2 غرزه في الركنه هنا عشان الشغل ما يقوس مني. وكده عديت عدد الغرز لقيتهم 76 غرزه حشو. شوف كده مخدومه في قلبة التنظيف. في حرف الفي، اسحب الخيط وارجع تاني من الخلف لاول غرزه انا طلعت منها. اهي الغرزه اتكونت. شد الخيط كده اهي الغرزه دي. الخيط دوت هدخله ما بين الشغل كده وانضف الخيوط. اللي احنا هنعمله هنعمل غرز حشو كده. هنعمل ايد الشنطه، نسحب خيط نرتفع سلسله ونعتبرها اول غرزه، وهنعمل غرز حشو على ال8 غرز اللي هنا اللي في الجهه دي. ناخد معانا طرف الخيط ده تحت الشغل، ونعمل قصاد كل سطر من سطور التناقص غرزه حشو. نكمل 8 غرز حشو على سطور التناقص. هنعمل ايد الشنطه كده ونوصلها بالناحيه الثانيه. انا هعمل 20 غرزه سلسله، وده طول مناسب لدراع الشنطه. نشوفهم كام سنتي. طلعوا 18 سنتي في سطور التناقص. نعمل السلسله كده الاول. كده اخر غرزه الغرزه في السطر الثامن. كده عملت 8 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8. اخر غرزه هنعمل غرزه منزلقه عشان يبقوا 9 غرز. 20 غرزه حشو، 20 غرزه سلسله اللي هم دراع الشنطه، و8 وغرزه منزلقه. يبقى هنا طبعا ما عملت غرز الحشو على سطور التناقص، وصلنا لغرزه المنزلقه. نرتفع غرزه السلسله ونلف الشغل، ونعمل في غرزه المنزلقه 2 غرزه حشو، 1 2 في نفس الغرزه، ونكمل على كل غرزه تحت الحلقتين غرز حشو. اهي 10. احنا كده اشتغلنا 10 غرز حشو في الجنب ده على ايد الشنطه اللي هي 20 غرزه. هنشتغل غرز حشو في حلقه ظهر السلسله.
من اول غرزه هنعمل هنا 2 غرزه حشو، 1 2 نرتفع سلسله. احنا عملنا هنا 10 وهنا 20 يبقى 30 وهنا 10 يبقى 40. هنرتفع في غرزه السلسله ونعمل غرز حشو على ال 40 غرزه، هنا 10 وهنا 20 وهنا 10. نرتفع ب 6 سطور رايح جاي غرز حشو، ونرجع تاني نشوف احنا هنعمل ايه. كده انا خلصت 6 سطور، السطر السابع والاخير نص عمود. على ال 10 غرز هنا نعمل 10 غرز نص عمود، وال 20 غرزه اللي هم بتوع الايد هنتنيها كده ونجمعهم مع بعض ونعمل هنا غرز منزلقه باول سلسله بس، سلسله واحده ارتفاع. ناخد لفه على الابره ندخل ونعمل اول غرزه نص عمود. غرزه النص عمود بتتعمل ازاي؟ ناخد لفه على الابره ندخل في الغرزه تحت الحلقتين، نسحب خيط، عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب الخيط من ال3 حلقات كلهم. اهو ندخل تحت الحلقتين نسحب الخيط، نسحب الخيط برضو من الحلقه الاولانيه، ندخل هنا تحت الحلقتين كده في الغرزه اللي قدامها كده، نسحب خيط نعمل منزلقه كده، ونقفل كل الغرز دي ال20 غرزه بغرز منزلقه، وهنيجي هنا عند ال10 غرز نعمل فيهم 10 نص عمود ورا من هنا. الجزء اللي هنعمله الجزء بتاع المربع، في البدايه ونرتفع 14 غرزه سلسله. نقيس حشو ندخل في الغرزه اللي عامله زي نص دايره ونعمل غرزه حشو. عملت 14 غرزه حشو على ال 14 سلسله اهو. هنرتفع بسلسله ونعمل سطر كمان من غرز الحشو. كده عملت 14 غرزه حشو سطرين. هنركبه هنا كده في الجزء ده من فوق كده، ونثبت المرد ده بالخيط الشفاف او الخيط البلاستيك اهو، اثبته بالخيط ونرجع تاني نشوف احنا هنعمل الجيب ده ازاي. كده انا عملت المربع، هعمل الجيب اللي هو هيتركب هنا. نجيب الخيط نعمل عقده في البدايه ونرتفع 6 سلاسل، 1 2 3 سلسله واحده مجرد ارتفاع ونلف الشغل ونشتغل. كده انا عملت 6 غرز حشو، ارتفع بسلسله واعمل 6 سطور من غرز الحشو اهو. كده خلصت ال6 سطور وعملت بالوسط غرز حشوه كده على ال3 اتجاهات اضلاع دول. قص الخيط اهو، بفرد برضو الشغل بتاعي كده وثبت كده وكده وكده. احط علامات في الغرزتين اللي هنا، عامله هنا 2 غرزه وهنا 2 غرزه وهنا 2 غرزه وهنا 2 غرزه. هنحط علامات كده ونعمل الجنب والقاعده. هنعمل الجنب كده والقاعده كده. ده كده 62 غرزه. هناخد لفه على الابره كده. هنعمل عقده البدايه ونرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ده عرض الجزء اللي احنا هنقفل بيه الجناب والقاعده. نرتفع بغرزه السلسله ونلف الشغل ونشتغل غرز حشو على الغرز اللي في ظهر السلسله. نرتفع ب1 سلسله
ونلف الشغل ونشتغل غرزة حشو تحت الحلقتين. ارتفع ب60 سطر. كده انا ارتفعت ب60 سطر من غرز الحشو، 5 غرز حشو. ستين سطر بيساوي 54 سنتي. نعمل غرز حشو دورانة على برواز على القطعة كلها، ونعمل في الركنة حشو سلسلة حشو، وهنا حشو سلسلة حشو، وهنا حشو سلسلة حشو، وهنا حشو سلسلة حشو، ونسيب جزء من الخيط عشان هنقفل بيه. كده بعد ما عملت الغرز الحشو وبروزت القطعة كلها بقى ده الشكل، وسبت طرف الخيط حوالي 2 متر اللي انا هقفل بيه. نجيب القطعة الأولانية كده، وهنا دي آخر غرزة أنا عملتها ونضفتها، ونضفت الخيط ما قطعتوش. هنا ندخل كده ونشتغل غرز منزلقة لما أوصل هنا للعلامة، وغرز منزلقة عشان أثبت القاعدة والجناب في الجزء الأولاني. بنثبته بغرزة منزلقة. دخلت اهو عند اول غرزه في العلامه وعملت غرزه منزلقه، كل غرزه مع الغرزه اللي قدامها اهو. قفلت بغرز منزلقه، بلضمها كده بدخل كده ما بين الغرز الناحية التانية. ندخل في أول غرزة من الجزء ده اللي احنا عملناه بتاع الجنب اهو تحت الحلقتين، الجزء اللي فيه العلامة. نشيلها بقى كده. كده دخلنا في الفتلتين. هنسحب خيط، نرتفع سلسلة، ونرجع تاني نخش في نفس الغرزة، ندخل نعمل غرزة تثبيت، أول غرزة تثبيت. نشد الخيط ده وناخده معانا تحت الشغل، ونفس النمط بقى اللي احنا اشتغلنا بيه الجنب ده هنشتغله في الجنب ده. دي كده آخر غرزة. قفلت الشنطة بغرز منزلقة والجنبين كده. بظبط الشنطه بتاعتي وواسعه من جوه، مساحتها كبيره من جوه واسعه، بسم الله ما شاء الله، تاخد حاجات كتير قوي اهي. شنطه هاند باج على شكل تي شيرت او قميص اهي من ورا. والقاعده والجناب الجنب التاني كده. بدخل الجناب في قلب بعضها كده عشان تدي المنظر حلو كده، شكلها احلى. فاضل بقى احنا هنركب الزراير على المرد. معانا كده 3 زراير اهو، هنركبهم هنا عشان تدي شكل جمالي للشنطه. وهنركب برضو 3 زراير في الناحيه التانيه. احنا كده بعد ما خلصنا تقفيل الشنطه والجناب بغرز منزلقه، دخلنا كده الجناب كده لجوه عشان يبقى شكلها حلو. دي شنطه هاند باج، شنطه يد. فاضل ان احنا هنركب الزراير على المرد. كده انا ركبت الزراير على المرد اهو في الجنب ده، في الجنب التاني اهي الشنطه اهي. بدخل الجناب كده مع بعض ده الشكل بتاع الشنطه. شنطه على شكل تي شيرت. ده كده الفيديو بتاعنا خلص. ارجو لو عجبكم الفيديو تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وارجو تعملوا لايك كتير عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله، وتشتركوا في القناه